السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص دخلنا في شهر طوبة، يعني موسم تخزين الزبدة. الفيديو ده هقولك فيه كل الطرق اللي ممكن تعرفي منها الزبدة الفلاحي الأصلي من الزبدة المغشوشة، وكمان هقولك على كل طرق غش الزبدة. بس قبل ما أبدأ الفيديو ده عايزة الفيديو ده يوصل ل 200 لايك، ادعموني وشجعوني عشان أعمل لكم فيديوهات تانية كتيرة أكلمكم فيها عن أسهل الطرق لكشف غش الأغذية. أول حاجة لما تيجي تشتري الزبدة اشتري من حد معروف أو حد مضمون، يعني لو أنت من أرياف اشتري من فلاحين أفضل من التجار. لو أنت من مدينة ابدأي اسألي أصحابك زمايلك جيرانك، اسألي عن أكتر مكان موثوق فيه بيشتروا منه. أهم حاجة ما تشتريش من الناس اللي بتلف على البيوت وبتبيع زبدة، الناس دي بيكون معاها زبدة مأكولة المصدر، وغالبا بتكون زبدة مغشوشة وغير سليمة. تاني حاجة احنا عندنا نوعين من الزبدة. النوع الأول هي الزبدة البقري، ودي طبعا المستخلصة من حليب الأبقار، ودي لونها بيكون بين اللون الأصفر إلى اللون البرتقالي. تاني نوع عندنا من الزبدة هي الزبدة الجاموس، طبعا دي مستخلصة من ألبان الجاموس زي الزبدة اللي عندنا دي، ودي بيكون لونها أبيض مائل يعني درجة بسيطة جدا إلى الصفار أو إلى الخضار. تالت حاجة لما تيجي تشتري، ودي أهم حاجة، إنك هتاخدي حتة صغيرة خالص كده من الزبدة. شايفين حتة صغيرة قد إيه؟ بصوا، هقطع لكم حتة صغيرة خالص أهي. شايفين حتة صغيرة خالص قد إيه؟ هناخد حتة صغيرة خالص من الزبدة قد دي كده، ونبدأ أول حاجة خالص نشمها. الريحة الطبيعية للزبدة هي ريحة القشطة، بتبقى ريحة هادية خالص. لو ريحة وانت بتشميها كده ريحة فاقعة، ممكن يكون ضايفين للزبدة ريحة سمنة، ما تكونش الريحة الطبيعية بتاعتها، ممكن يكون ضايفين لها ريحة سمنة. الريحة الحقيقية للزبدة ما بتظهرش غير عند التسخين أو الغليان، لما بتتعرض للنار بتبدأ ريحة الزبدة تظهر. لكن طالما هي بوضعها الحالي إن هي ما تعرضش لأي درجة حرارة، فريحتها بتكون هادية جدا اللي هي ريحة القشطة. تاني حاجة هعملها إن أنا هبدأ أتذوق الزبدة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. الزبدة عندي لازم يكون طعمها طبيعي، اللي هي برضو طعم القشطة، ما تكونش لا مرة ولا تكون مالحة ولا تكون حمضانة أو ريحتها حمضية أو لذعة. لو هي مرة ده معناها إن الزبدة دي فيها تلوث ميكروبي أو تلوث بكتيري، في ميكروبات في الزبدة دي والزبدة دي مش سليمة. لو هي مالحة معناها إن هم ضايفين لها ملح بكمية كبيرة عشان يتقلوا الوزن بتاعها، وده نوع من أنواع الغش التجاري. ولما الزبدة بتكون مالحة المرتة بتاعتها بتكون مالحة جدا. لو هي حمضية أو لزعة ده معناها إن القشطة اللي تم منها استخلاص الزبدة كانت حامضة أو كانت حمضانة، نسبة الحموضة فيها عالية، أو إن الزبدة دي ما اتشطفتش أو ما اتغسلتش كويس. في اختبار بسيط كده هنعمله عشان نتأكد إن الزبدة اللي عندنا دي زبدة فلاحي. أول حاجة إن إحنا بناخد قطعة صغيرة خالص كده من الزبدة أهي، وبنجيب كوباية فيها مية سخنة. ليه مية سخنة؟ عشان الزبدة تدوب معانا بسرعة. وبنبدأ نقلب فيها قطعة الزبدة اللي عندنا دي. هنقلب لحد ما تدوب معانا تماما. خلاص يعني هي تقريبا كده يعتبر خلاص دابت. ونبدأ نشوف عندنا المية. شايفين المية معكرة ازاي؟ معنى ان المية معكرة معنى كده ان دي زبدة طبيعية. لو المية فضل صافية معايا ما اتعكرتش تبقى الزبدة دي زبدة مش طبيعية، دي ممكن تكون زبدة مخلوطة بدهون نباتية او شحوم حيوانية. لكن طالما اتعكرت كده فدي زبدة طبيعية. كل ما زادت درجة العكارة معناها ان الزبدة دي هتكون معايا مرتة كتيرة لما اجي اسيحها. الزبدة الفلاحي ممكن توصلك في هيئتين. الهيئة الأولانية أو الصورة الأولى إن هي تكون كتلة واحدة زي دي كده، ده كيلو جاي في كيس واحد كتلة واحدة، أو إن هي تكون متصبعة ومحطوطة في طبق فبر. فأيا كان شكلها مش هتفرق، المهم إن هي زبدة فلاحي. كمان من طرق غش الزبدة إضافة النشا أو الدقيق أو البطاطس. هنا عندي كوبايتين، كل كوباية منهم فيها قطعة زبدة. واحدة من قطع الزبدة دي مغشوشة بإضافة الدقيق أو النشا أو البطاطس، واحد من المواد النشوية. هنعرف إزاي إذا كانت مغشوشة ولا لأ. شوفوا الاختبار الجاي ده. هنضيف شوية مية سخنة، وقلنا المية السخنة عشان الزبدة تدوب عندي بسهولة. تمام. وبعدين هنقلب عشان ندوب الزبدة. بسم الله. خلاص الزبدة دابت عندي في المية. هنجيب نقطتين من البتادين المطهر الموجود في كل البيوت اللي هو ده، وهنبدأ نحط هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطتين وهنا نقطتين. ونقلب هنا. هنا هنلاحظ ان في كوبايه لونها اصفر وده لون البتادين العادي، وفي كوبايه لونها اتغير الى اللون البنفسجي. اذا الكوبايه دي او الزبده اللي كانت في الكوبايه دي زبده مغشوشه بماده نشويه.
يبقى احنا دلوقتي قلنا لو دقنا الزبدة ولقيناها مملحة فدي مغشوشة بإضافة الملح عشان تقل وزنها، فما تشتريش الزبدة المملحة. تاني حاجة لو جينا عملنا اختبار العقارة ولقينا الزبدة معكرتش معايا تبقى إذا دي زبدة ممكن تكون مخلوطة بشحوم حيوانية أو دهون نباتية. تالت حاجة قلنا لو تم إضافة فيها أي مادة نشوية زي البطاطس أو النشا أو الدقيق هنعرفها عن طريق الاختبار ده اللي هو إضافة البتادين. لو ادت معانا اللون ده دي معناها إن الزبدة مغشوشة بإضافة النشا أو البطاطس. هل في طرق تانية لغش الزبدة؟ أيوة فيه. المفترض إن الزبدة بتنضغط كويس أو تتصفى كويس من أي سوائل موجودة فيها. فأنت لو جيت كده أخدت قطعة من الزبدة، بسم الله أهي، وطبعا درجة حرارة الغرفة. لو جيت أخدت قطعة من الزبدة كده وقعدت تضغطيها بإيدك كده، أنا بضغط على الآخر خالص أهو، لو نزلت معاكي ميه تبقى الزبده دي مغشوشه، لو لسه فيها سوائل تبقى الزبده دي مغشوشه ان هم ما صفوهاش كويس، لان السوائل دي هتعتبر من الوزن. تيجي حته الزبده في ايدك كده وقطعه الزبده في ايدك وتضغطي تبص تلاقيها عماله بتصر ميه وبتعصر ميه، دي زبده مغشوشه باضافه الميه او مش باضافه الميه بقى، هي السوائل اصلا موجوده في القشطه لكن هم ما تخلصوش منها وسابوها موجوده في القشطه عشان تعمل وزن. في بقى ناس بتقول لك ايه، خدي قطعه من الزبده كده وابداي ادهنيها على ايدك، لو اتشربت او لو جلد اتشربها تبقى دي زبده طبيعيه، لو ما اتشربهاش تبقى دي زبده مخلوطه بشحوم دهون او زيوت نباتيه او دهون نباتيه. طيب انت اصلا كده كده بتاخدي حته صغيره جدا، فانت مهما تدعكي فيها او لما تحطيها على بشرتك او ايدك وتدعكي فيها اكيد الجلد هيتشربها لان اصلا قطعه صغيره. فانا شايفه الاختبار ده اختبار فيك ومش اكيد ولا حاجه، لانك تعرفي اذا كانت الزبده دي طبيعيه ولا مش طبيعيه. اللي هاكد لك الاختبارات اللي احنا قلناها بالترتيب، انك بتدوقي الزبده، بتشمي ريحتها، بتعملي لها اختبار العقارة، بتعملي لها اختبار البتادين. كمان لما تيجي تسيحيها بقى، لما تيجي تسيحي الزبدة بتاعتك عشان تطلعي منها السمنة، هتبدأ ريحتها تظهر، الريحة الجميلة بتاعتها بقى هتظهر وتعرفي منها طبعا الريحة الطبيعية الأصلية للزبدة الفلاحي. لما تسيحيها المرتة بتاعتها، لما تيجي تدوق المرتة هتلاقي المرتة طعمها حلو، مش مملحة ولا حاجة ولا مرة ولا طعمها مش كويس، طعمها مقبول وحلو جدا. السمنة بقى نفسها تبقى سمنة مرمرة كده وحلوة معاكي وتعيش معاكي للسنة. في ناس بقى بتروح تشتري الزبده وبتشتريها باسعار اقل من السعر الطبيعي بتاعها. يعني مثلا انت سالتي في منطقتك وعرفتي مثلا ان الزبده الفلاحي سعرها 100 او 120 جنيه على سبيل المثال يعني، ورحت اشتريت زبده فلاحي ب 60 جنيه او ب 70 جنيه، ده اكيد زبده مش فلاحي، او ممكن تكون زبده فلاحي ولكن فيها كميه خض كتير او كميه ميه كتير، ممكن تكون ملاحه، ممكن يكون فيها اي اسلوب من اساليب الغش. طالما ان هي سعرها اقل من السعر الطبيعي المعروف في السوق فاكيد فيها مشكله، وانت تبقي شارياها على عيبها لانك كده عارفه ان سعرها اقل لان فيها عيب. اما بالنسبه لزبده السندوتشات او الزبده القابله للفرد او قابله للدهن، فدي مش زبده طبيعيه 100%، دي زبده مضاف اليها دهون نباتيه، وهم نفسهم الشركات نفسها بتكون كاتبه كده على العلب بتاعتها ان الزبده دي تحتوي على زيوت نباتيه او دهون نباتيه. وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة. لو عندكم أي سؤال ابعتوهولي على الكومنتات. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.